السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفة من وصفات سندوتشات المدارس، بيحبوها الولاد جدا وبيطلبوها. وهي الباتيه. هنحشيه النهاردة بالجبنة الرومي، وممكن تحشيه جبنة بيضة او اي حشوة انت تحبيها او ولادك بيحبوها. هنشوف مع بعض المقادير، وان شاء الله هتبقى وصفة سهلة وبسيطة وهتقدري تعمليها بكل سهولة. هنقول مع بعض المقادير. عندي هنا نص كيلو دقيق، عندي هنا نص كوباية مية دافية، عندي هنا نص كوباية لبن رايب، وممكن تستعملي اللبن العادي او تستعجني كله بميه وتاخدي معاه، هيبقى بقى كوبايه ميه دافيه، وهتاخدي معاها معلقتين من اللبن البودر بدل يعني ما تستخدمي اللبن او اللبن الرايب. عندي هنا معلقه كبيره من السكر، معلقه كبيره من الخميره، نص معلقه صغيره من الملح، وعندي بيضايه، وعندي هنا نص كوبايه زيت. هنبدا مع بعض بقى ونشوف هنعمل ايه. اول حاجه احط الميه، وادي عندي هنا اللبن الرايب، وهحط الخميره والسكر. هندوبهم مع بعض الاول شويه. بعد كده هحط الزيت، ممكن تستخدمي مكان الزيت زبده. ومعانا في المقادير طبعا زبده، نسيت اقولها، اللي هنفرد بيها العجينه ان شاء الله عشان تورق معانا. هحط البيضه ورشه فانيليا، برضو دي انا نسيت اقولها في المقادير، معلش، بس ما دام استخدمنا بيض هنستخدم فانيليا. اقلب ده كله مع بعض الاول كويس. هحط بقى رشه الملح على الدقيق، وهضيف الدقيق والملح على الخليط بتاعنا ده كله، وهبتدي ان انا اقلبها واعجنها بقى كويس. طبعا ممكن نستعمل لبن اكتر او ميه اكتر على حسب نوع الدقيق. هنقلب مع بعض ونعجن ونشوف. هي كده مش هتحتاج ان انا ازودها اي حاجه، هعجنها بس كويس وخلاص على كده. هعجنها كويس وارجع لكم تاني. هنا خلاص انا عجنت العجينه بتاعتي اهيت، هسيبها بقى تخمر. هحطها في طبق واغطيها بالبلاستيك الاسترتش، او ممكن تغطيها بفوطه لغايه اما تخمر وحجمها يتضاعف. هنسيبها بقى في مكان دافي لحد ما تخمر، وبعد كده نكمل فيها الشغل بتاعنا. هنا خلاص العجينه بتاعتي خمرت وحجمها اتضاعف. هبتدي ان انا افرغ منها الهواء عشان اشتغل فيها.
اهيت. هقسمها على 3 قطع. هشكلهم على 3 كور. اهيت، وادي التالتة. وهنا انا عندي زبدة مسيحاها ومجهزاها عشان هفرد بيها العجين. هندهن الرخامة اللي بنشتغل عليها بالزبدة الاول. هناخد اول واحدة كده ونبتدي نفردها. هنفردها على شكل مستطيل. هندهنها بقى كلها بالزبدة. هدهنها بقى كلها بالزبدة. هنمسك اول طرف نتنيه بالشكل ده وندهن زبدة تاني. الزبدة دي اللي ما بين الطبقات هي اللي هتدينا التوريقة بتاعت الباتيه. ممكن نستعمل بدل الزبدة سمنة، بس ما ينفعش زيت، هو يا زبدة يا سمنة. هناخد الجزء التاني بالشكل ده وبرضو ندهن. بعد كده هنتنيها زي الظرف كده كده، وهنحطها على جنب لغاية ما نخلص الاتنين التانيين. دي الكرة التانية برضو هنفردها بنفس الطريقة اللي فردنا بيها الكرة الأولانية.
هنا بعد ما خلصت الثلاث كور اللي انا عملتهم، هحطهم دلوقتي في التلاجة الزبدة تجمد شوية، عشان لو اشتغلتي فيها كده والزبدة سايحة مش هتعرفي ان انت تتحكمي فيها، فلازم تحطيها في التلاجة او الفريزر شوية على ما الزبدة تجمد، وبعد كده تبدأي تشتغلي فيها. هنا عندي العجينة اهي، بعد ما حطيتها شوية في التلاجة والزبدة بتاعتي جمدت، هبدأ ان انا بقى افردها واشتغل فيها. دي اول قطعة عندي، هبدأ افردها. هسويها بس عشان يبقى في النهاية شكلها حلو. هاخد بس الحتة اللي مش مستوية دي، هقطعها هنا بقى على جزئين، وهبدأ احط فيها الحشو. انا هنا حاطة جبنة رومي، ممكن تحطي جبنة بيضة، اي نوع حشوة انت عايزاها. بس وهنبدأ بقى ايه لسه. اهيت انا لفتها بالطريقة دي، هنحطها في الصينية، يكون الجزء اللي هو اخر حاجة في اللفة ده يكون لتحت اهوت. هسيبها بقى تخمر شوية على ما اخلص بقية الكمية، وهسيبهم في الصينية لغاية اما يخمروا ويتضاعف حجمهم تاني. قبل ما نخبزهم لازم نسيبهم يخمروا مرة تانية. هعمل واحدة كمان قدامكم.
هنكمل بقى بقية الكمية بنفس الطريقة، وهوريلكم برضو بعد ما تخمر او قبل ما ادخلها الفرن. ده اللي اتبقى من التقطيع اللي هو الطروف. انا برضو خدته كده على بعضه فردته، وحاولت ان انا اسوي الجوانب بحيث ان انا ما اقطعش منه تاني وهقدر، وهبتدي ان انا برضو احشيه والفه بنفس الطريقه. هنا بعد ما خلصت الكميه كلها ولفتها وحطيتها في الصينيه، زي ما قلت لكم هسيبها لغايه ما تخمر مره تانية، وبعد كده هدهن وشها بالبيض، وبعد كده هدخلها الفرن. بس انا طبعا هسيبها دلوقتي في مكان دافي على ما تخمر شويه. هنا الباتيه بتاعي خمر خلاص اهوت. انا جبت هنا بيضه وحطيت عليها معلقه لبن وشويه فانيليا، وهضربهم مع بعض وهدهن الوش بيهم. طبعا هندهن بشويش خالص عشان التخمير ما يروحش. هنا عندي السمسم وحبة البركة. ممكن تسيبي كده من غير ما تحطي على وشه حاجة، وممكن تحطي السمسم بس، حبة البركة بس، اللي يعجبك حطيه. كده خلاص انا خلصته، وانا مولعه الفرن ومسخناه. هدخلهم بقى الفرن لغايه اما يحمروا، وممكن اشغل عليهم الشوايه شويه تحمر لي بس الوش. هنا بعد ما الباتيه بتاعي طلع من الفرن، هو طبعا لسه سخن، هغطيه بقى لغايه اما يبرد شويه وهطلعه لكم وهوريكم شكله عامل ازاي. بس لازم نغطيه بعد ما يطلع من الفرن وهو لسه سخن، وممكن تديله رشه ميه ببخاخه كده، ترش على وشه شويه ميه. بس انا بغطيه على طول اول ما يطلع من الفرن، وبيبقى حلو وما بيحتاجش ان انا ارشه ولا اي حاجه. طلع واحده بس برضو هو لسه سخن اهوت. هفتحها لكم من جوه عشان تشوفوا شكلها عامل ازاي. بس هي لسه سخنه خالص اهيت، جميله، وهيبقى طعمها حلو قوي وهتعجب ولادك ان شاء الله. اهي ده النص التاني. لو هتعيني بقى سندوتشات المدارس هتستني لما يبرد خالص،
الباتيه بتاعك، وبعدين تبتدي تعبيه في اكياس بلاستيك وتحطي على قد استخدامك في قلب الفريزر او الديفريزر طبعا. وقبل ما تيجي تستعمليها هتطلعيه من قبلها بليله لغايه ما على الصبح كده، عشان ولادك ياخدوها وهم رايحين المدرسه هيكون فك ان شاء الله. او ان انت تطلعيه الصبح وتحطيه شويه في الميكرويف، هيطلع من الميكرويف كانه لسه خبزه حالا. وده الباتيه بتاعنا، يا رب يكون عجبكم. ممكن تعملوا طبعا حجم اصغر من ده، انا عاملاه حجم كبير شويه. ممكن تعملوا اصغر من كده، وممكن تعملوا اللي هو الميني باتيه بنفس الطريقه وبنفس المقادير. ويا رب تكون وصفه النهارده عجبتكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير واشتراك في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم اي جديد للقناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.